أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء متجدد. مرحبا بالموالين لمحمد ولآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الواقع أيها الأحبة 4 أحلام أثناء النوم تدل على الرزق والمال. 4 أحلام، أي واحد من هذه الأحلام ال4 إذا واحد شافها دلالة إن شاء الله على كثرة ماله، على أنه راح يجي له مال وراح يجي له رزق جيد. الواقع أيها الأحبة أول تلك الأعمال واضح إن شاء الله أنه ترى نفسك في حرفة معينة، عمل معين، قاعد تصنع، خلينا نفرض تصنع باب، تصنع شباك، تصنع سيارة مثلا، يعني تمارس مهنة ترى نفسك فيه دلالة. مثلا ترى نفسك خلينا نفرض نجار، تمارس مهنة النجارة، تمارس مهنة الحدادة، تمارس مهنة الطب، تمارس مهنة الهندسة. واضح؟ يعني تمارس واحدة من المهن، هذا فيه دلالة على رزق قادم إن شاء الله ومال إن شاء الله. الأمر الثاني، إذا رأيت أنه نفسك تأكل أيها الأحبة، الأكل في الطعام دلالة على أنه أكو رزق راح يجيك. الأكل الله جل وعلا جعل الطعام تنمية للجسم، فوائد للجسم، فإذا رأيت نفسك وأنت تأكل معنى ذلك أنه هناك رزق سوف يأتي إليك إن شاء الله. الأمر الثالث، إذا رأيت نفسك أنه أحد المسؤولين يقدم لك هدية، ملك، محافظ، رئيس وزراء، مدير شركة، المهم أحد المسؤولين يقدم لك هدية في عالم الرؤية، هذا فيه دلالة على رزق قادم لك إن شاء الله. وآخر شيء أيها الأحبة، إنه إذا رأيت في المنام، واضح إن شاء الله على اليمن، إنه رأيت في المنام امرأة بنت مقبلة عليك. واضح؟ رأيت في المنام إنه بنت مقبلة عليك، بنت أنت مقبل عليها. هذه الرؤية، أنت مقبل على البنت أو البنت مقبلة عليك، هذا فيه دلالة. المرأة في المنام تدل على الدنيا، فلما تقبل عليك سواء كانت بنت أو امرأة فيه دلالة على أن الدنيا مقبلة عليك، يعني الرزق، يعني المال. طبعا وبحسب نوعية تلك المرأة، فإن كانت جميلة معنى ذلك أن هناك دنيا جميلة وخير كثير مقبل عليك، وإذا كانت تلك المرأة قبيحة فمعنى ذلك أن الدنيا للأسف المقبلة عليك دنيا متعبة. إذن بحسب نوعية المرأة من ناحية جمالها ومن ناحية ملبسها ومن ناحية شكلها، هذا يدلل. كلما كانت جميلة معنى ذلك أن الدنيا المقبلة عليك جميلة، وكلما كانت تلك المرأة قبيحة معنى ذلك أن الدنيا المقبلة عليك متعبة ومشاكل وهموم. إذن بحسب نوعية المرأة وملبسها وجمالها. نسأله تعالى أن يوفقنا للرؤية الصادقة أيها الأحبة، الرؤية التي فيها خير وبشارة خير لنا ولكم أيها الأحبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.